جرب مرة تمشي لوحدك في الشارع من غير هدف، تبص على السماء، على الشجر، على العربيات وهي ماشية ببطء. تسمع صوت خطواتك وانت ماشي، وصوت الريح وهو بيعدي بين العمارات. حاسس بإيه؟ مشهد بسيط بس ممكن يخلي قلبك يهدى بعد يوم كامل من الزحمة. إحنا بنجري طول الوقت، بس عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا هو إحنا بنجري ورا إيه؟ وإمتى آخر مرة حسينا باللحظة؟ في لحظات كده بتعدي من غير ما نحس بيها، بس لو ركزنا فيها شوية ممكن تغير كل حاجة، نظرتنا، إحساسنا، وحتى طريقنا. الدنيا مش دايما محتاجة حلول، أوقات بتكون محتاجة بس نظرة جديدة. في الفيديو ده هنتكلم عن نظرة مختلفة للحياة، مش كلام كبير ولا دروس، مجرد دعوة بسيطة إنك تفتح عينيك وتبص للدنيا ببطء، تبص على كل حاجة كأنك بتشوفها لأول مرة. ويمكن تكتشف إنك كنت عايش جنب الجمال من سنين بس عمرك ما وقفت تبص عليه. إمتى آخر مرة وقفت تتفرج على السماء من غير سبب؟ إحنا بنجري طول الوقت، بنصحى على منبه مزعج، نقوم نلبس بسرعة، نركب مواصلات زحمة، نعدي على الناس كأنهم مش موجودين، نرجع البيت نحس إن اليوم اتسرق مننا ونقول يلا بكرة أحسن. بس السؤال هو بكرة ده جاي وإحنا أساساً حاسين بالنهاردة؟ في دايماً إحساس إننا متأخرين، لازم نلحق، لازم نكمل، لازم ننجز. حتى الراحة بقت محسوبة، هرتاح نص ساعة وبعدين أشتغل تاني، هتفرج على حلقة واحدة بس. كل لحظة بقت مشروع، كل ثانية بقت أداة لشيء أكبر. بس فين اللحظة نفسها؟ فين إحساسك وإنت عايش اللحظة دي؟ فاكر آخر مرة شربت حاجة دافية وقعدت تبص في الفراغ من غير موبايل ولا شغل ولا توتر؟ المشكلة مش في الشغل ولا في الطموح ولا في إنك بتحاول تبني مستقبل أفضل. المشكلة إنك نسيت تبني نفسك من جوه، نسيت تبني لحظتك. في لحظات صغيرة جدا لو استوعبتها هتغير كل تفكيرك، زي مثلا ضحكة من قلبك، نسمة هوا في وشك، ريحة أكل بتحبه، سما مفتوحة من غير سحاب. الحاجات دي مفيش حد بيشوفها وإيده على الموبايل ولا وهو بيجري في الزحمة. عشان كده جرب تبطأ شوية، جرب تقول لنفسك أنا مش متأخر، أنا بس محتاج أهدى. عارف الشجرة اللي جنب بيتك؟ يمكن عمرك ما ركزت فيها. كل يوم بنمشي في نفس الشوارع، نشوف نفس الوشوش، نعدي على نفس الكوبري، نقف عند نفس الإشارة، بس عمرنا ركزنا في التفاصيل. الراجل اللي بيبتسم وهو بيبيع جورنال، الطفل اللي بيرسم على الرصيف، الست العجوز اللي بتكلم الزرع، الناس اللي بتضحك على القهوة. الدنيا مليانة مشاهد بس احنا بنبص وما بنشوفش. في حاجات بنملكها بس عمرنا ما حسينا بيها، كوباية الشاي اللي بتفوقك الصبح، السرير اللي بيرجعك بعد يوم طويل، الهدوء اللي بيجي بعد المغرب، الصحاب اللي بيضحكوك من غير سبب، أهلك اللي لسه حواليك. كل دي حاجات بنعدي عليها كأنها عادية، بس الحقيقة دي كنوز، بس احنا مش واخدين بالنا. الجمال مش دايما في الحاجات الكبيرة، أوقات بيكون في خرم الباب، فيه حاجة في التفاصيل البسيطة، زي لمعة الشمس على المياه، ريحة المطر، ورقة شجر بتتحرك بالهواء، نغمة مزيكا جت بالصدفة. الحياة مش دايما محتاجة نكسبها، أوقات بس محتاجة نستقبلها. كل ما تهدى كل ما تشوف. العقل اللي على طول مشغول ما يعرفش يسمع ولا يشوف ولا يحس، لكن لما تهدى وتاخد نفس وتقعد مع نفسك شوية هتبدأ تحس إنك شايف الدنيا لأول مرة. العادة اللي ما بتتغيرش ساعات بتبقى أكتر حاجة بتطمنك. إحنا بنكره الروتين، بس أوقات الروتين هو أكتر حاجة بتديك إحساس بالأمان. كوبايتك المفضلة، الكرسي اللي بتقعد عليه كل يوم، الساعة اللي الشمس بتدخل فيها من الشباك، كلمة عامل إيه من حد بتحبه. الحاجات دي ممكن تكون طوق نجاة لو عرفنا نبص عليها صح. تفتكر لو كنت بتزور الأرض كزائر كنت هتشوف إيه؟ تخيل إنك بتزور الأرض لأول مرة، هتبص على كل حاجة بدهشة، هتندهش من ضوء الشمس ومن الهدوء ومن الأصوات ومن الألوان. الدنيا حوالينا مش ناقصة حاجة، إحنا بس محتاجين نغير زاوية النظر. الحاجة اللي بتطمنك هي عظيمة حتى لو بسيطة جدا. الناس بتحاول تخلي كل حاجة ضخمة، أهداف، نجاح، أرقام، بس الراحة ممكن تلاقيها في لحظة صمت، في حضن، في كلمة الدنيا. مش سباق الدنيا، تجربة وجمالها في بساطتها. دلوقتي خد نفس وغمض عينيك واسأل نفسك إيه آخر حاجة فرحتك بجد؟ لو لقيت حاجة بسيطة يبقى أنت لسه شايف الدنيا وبتبص لها بنظرة مختلفة. لو الفيديو ده خلاك تبص للدنيا بشكل تاني دوس لايك،
واشترك في القناة وسيب في الكومنتات آخر حاجة صغيرة حسيت إنها جميلة، يمكن تلهم حد تاني يغير نظرته هو كمان.